بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا يا حبايب قلبي، عندي شوية كوباية كده سمسم أبيض، على حبة غامقين، على كوباية دقيق، على شوية زيت. احنا عارفين الزيت غالي، بس ايه يعني، نعمل بقى ايه يعني نقتصد شوية بدل الطحينة بقت غالية جدا جدا في السوق. فقلت ايه، نعمل حبة طحينة كده على ايدينا ونضاف يعني تطمني كده وانتي بتأكليها لأولادك وبتاع. صحيح الطحينة يعني بتنفع برضو في يعني لو ما عملتهاش مش هيحصل مشكلة، بس برضو والله بنبقى محتاجينها. يعني بتعملي مثلا مشويات عايزة شوية طحينة، بتعملي بتاكلي حتة رنجة عايزة شوية طحينة. فبصراحة يعني لها لزوم ولها طلب يعني في البيت، بدل ما نروح نشتريها غالية نقتصد بقى كده وايه ونعملها. مادام عندك حاجات باقية عندك في التلاجة، كل اللي هتجيبيه شوية سوداني، ولو عاملة مفتقة او جايبين سوداني بتاكلوه، تحوشي كوباية كده وتعملي بيها. ممكن تعمليها بسمسم بس يعني عادي. فانا شوحت الدقيق، يعني مش شوحته، يعني انا حطيت وطلعت منه الرطوبة كده بس. احنا عايزين نطلع الرطوبة، انا مش بحمص، انا بسخن الحاجة عشان الرطوبة الساعة اللي انتوا شايفينها دي تطلع منها الحاجة وتبقى سخنة وطازة كده، وطعم الطحينة يبقى حلو. ماشي حبايب قلبي. فاحنا بنسخن، طبعا سخنت الدقيق شوية كده، طلعت منه الرطوبة، والسمسم الابيض على الغامق نفس الموضوع. و... وبعد كده هنعمل برضو كوباية السوداني، برضو نسخنها كده شوية. دي ممكن تزودي عليها شوية لان ده سوداني بيستحمل النار، يبقى طعمه محمص وجميل كده وحلو. والله طعمها كانت تحفة تحفة. و... وهقول لك التكات بقى والحركات بتاعت الشركات اللي بيعملوها، وعشان خاطر بناتي حبايبي. ماشي يا بنات. خلاص كده احنا سخناه حلو، ده يعني ايه، شوية زيادة. ماشي، نحطهم بقى في اطباق كده يهدوا شوية، وبعدين نشتغل بقى. نجيب الخلاط الاول نطحنهم في الكبة زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وننعمهم جامد، وبعدين نحطهم في الخلاط بالمقدار كده، وهقول لكم خطوة خطوة عشان تطلع مظبوطة معاكي. اهو زي ما احنا شايفين كده، محضرين الكبة طبعا، وايه هنطحن بقى. حطي سمسم على سوداني وطحني عادي يعني. ماشي يا حبايبي. فاحنا ايه بنحط السمسم على سوداني ونطحن. طبعا الزيوت الجميلة اللي فيها وريحتها الحلوة اللي بتطلع دي، وريحة البيت كده بيبقى فيه خير وبركة والله العظيم، بالعجين والحاجات اللي احنا نعملها في البيت. مفيش احلى من كده والله. مكسليش واعملي لأولادك حاجات في البيت، وبلاش حاجات السوق يا جماعة. كل حاجة نعملها بإيدينا نظيفة وحلوة. ربنا يخلي لكم أولادكم يا رب وأحفادكم. و... وإن شاء الله تشوفوا الفيديو ده وانتم بخير وفي أتم صحة وعافية بإذن الله إن شاء الله. فاحنا زي ما احنا شايفين اهو، نخلص الكمية كلها نطحنها على بعضها زي ما انتم شايفين، والريحة الخطيرة اللي طالعة لو شمينها يعني هتقولي ايه يعني الموضوع ده. فنحط الاول اللي هي دي الحركة بتاعت المحلات، بتاعت الشركات. بنحط حبة نص كوباية زيت، عليه معلقة سكر صغيرة ومعلقة ملح، ونضربها في الخلاط لحد ايه ما تبيض كده، هي بيضت كده. ونحط بقى بالتساوي، يعني مثلا 3 معالق من الخلطة التحفة دي، عليها 3 معالق من الدقيق، ونكمل نص كوباية الزيت الأولانية ضربناها مع الملح والسكر، ودي النص التاني، وهكذا. شوفوا الجمال والحلاوة والريحة والطعامة، مش يعني مش عارفة اقول لكم ايه. طبعا خلصنا الكمية دي، كل مرة تحطي نص كوباية لحد شوفي ايه هتاخد معاكي قد ايه. طبعا البرطمانات نضيفة ومعقمة، فتكوني معقماها في الفرن او غسلاها ومصفياها كويس جدا على قماشة كده او فوطة مطبخ، فتبقى جميلة كده يا حبايبي. وزي ما انتوا شايفين، وعملنا منها سلطة اهي طحينة،
ولو عجبك الفيديو متنسوش اللايك والشير.